عاجل وبالفيديو أول تصريح وخروج إعلامي للمغني محمد بوسماحة من داخل المستشفى بعد إشاعة وفاته بحادثة المرور، يكشف الحقيقة كاملة ويفرح الجزائريين بتحسن حالته الصحية. اهتز فرحا وسعادة كل محبي مغني الراي محمد بوسماحة قبل قليل بأول ظهور وتصريح إعلامي له بعد حادثة المرور التي تعرض لها، ينفي إشاعة وفاته ويعلن موعد عودته، وسنعرض لكم بعد قليل تصريحه الكامل وباقي التفاصيل. وكان قد استيقظ الشعب الجزائري صباح يوم الاثنين الماضي على خبر فاجعة مزلزلة تناقلتها العديد من المنابر الإعلامية الجزائرية والعربية، ويتعلق الأمر بحادثة سير تعرض لها المغني محمد بوسماحة برفقة شريكه أمين لاكولومب في أحد شوارع بروكسل البلجيكية مع الساعة 4 صباحا. وحسب ما قالت نفس المصادر فإن بوسماحة ورفيقه تعرضوا لجروح خطيرة تسببت في وفاتهم على الفور. وبعد مرور حوالي أسبوع على وفاته، تناقلت قبل قليل العديد من الصفحات الإخبارية الغير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تقول أن مغني الراي محمد بوسماحة ظهر في تصريح جديد بأحد المستشفيات البلجيكية يقول أن حالته تتحسن بعد الحادثة التي تعرض لها، وأن الأخبار المتداولة حول وفاتي ما هي إلا إشاعات ولا أساس لها من الصحة، وقريبا سوف أعود للجزائر وأشكر كل من ساندني ودعمني خلال هذه الفترة الصعبة التي مررت بها بسبب الحادثة الخطيرة التي تعرضت لها، ولكن ولحدود الساعة لم يتم تأكيد صحة هذه الأخبار المتداولة من طرف أي جهة رسمية، ومن المحتمل أن تكون مجرد إشاعة، والله أعلم.